ضعيف بس عندي كرش. هذا المصطلح نطلق عليه السكيني فات، أي يعني الشخص الضعيف بس تلقى عنده بطن. ناهيكم عن السبب الرئيسي اللي هو الجينات، لكن هاي الحالة أيضا ممكن تصير لعدة أسباب. واحدة من الأسباب هو ارتفاع هرمون الكورتيزول. غالبا تلقى السكيني فات يروحون يركزون على الكارديو فقط، ويروحون يلزمون جهاز الجري لمدة ساعات طويلة، ويهملون تمارينهم الحديد. طبعا هذا الشيء أيضا راح يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول، فبالتالي جسمك ما راح يحرق دهون بشكل زين. وأيضا تلقاهم يتمرنون بطن يوميا أو 4 مرات بالأسبوع أو بين يوم ويوم، وهذا الشيء أيضا غلط، لأن إحنا ما نقدر نستهدف دهون منطقة معينة. يعني شنو الحل؟ الحل إنه تبدي تركز على تمارين الحديد وتتطور بها. اكو بوست بحسابي موجود بانه شلون تستفاد اقصى استفاده من تمرين الحديد، وتسوي كارديو بشكل معتدل، يعني لا تدوس بيه ولا تصير اوفر. تمرن بطن مرتين الى 3 بالاسبوع ماكسيمم. زيد احتياجك من البروتين، احرص انه تاكل 2.2 الى 2.6 غرام بروتين لكل كيلو غرام من وزن جسمك. ايضا اخذ بعض المكملات اللي راح تفيدك هوايه مثل الدي 3، الاوميجا 3، المغنيسيوم ستريت والزنك. وها هي، باي باي.